الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن يحفظ الحديث؟ من يحفظ الحديث؟ نعم. إلى الدنيا يصيبها، إلى الدنيا يصيبها. أحسن. من رواه؟ أحسن، صح الكتب بعد. قرأ فايز. يقول امرأة ينكحها فهجرته. أحسن، ما شاء الله. من أيضا؟ من يحفظ الحديث؟ اقرأ. اسمك؟ ما اسمك؟ إبراهيم، ما شاء الله. اقرأ. وإنما لكل فهجرته. أحسن. من رواه؟ اتفق. وقلنا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. من يحفظ أيضا؟ ما أحد. من يحفظ أيضا؟ ما أحد. طيب، حفظ الأحاديث لابد، تمام إن شاء الله، لابد الجميع يحفظ الأحاديث. الذي ما يحفظ الحديث نعاقبه. عرفتم؟ عقاب. ما معنى عقاب؟ حكما. أيوة، واجب. فهمتم؟ تمام. الأحاديث ستأتي يعني أحاديث صغيرة. الحديث الطويل لا يلزم بالحفظ، لكن الحديث الصغير مثل هذا لابد، هذا يعتبر صغير يعني، إنما الأعمال بالنيات. وأيضا حديث اليوم الذي يعني سيذكره المؤلف، سيأتي معنا في هذه الليلة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. حديث سهل، صح؟ قال النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث فيه بيان وجوب الطهارة للصلاة، وجوب الطهارة
للصلاة، لا يقبل، صيغة النفي، لا، صلاته ليست مقبولة، صلاته ليست بمقبولة. إذا أحدث أي وجد منه الحدث، والمراد بالحدث كما سيأتي معنا نواقض الوضوء، مراد بالحدث نواقض الوضوء. إذن فالوضوء شرط في صحة الصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، مفهوم؟ لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، هذا لهذا الحديث، لهذا الدليل، لا يقبل الله. قال الله عز وجل في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالذي يستفاد قلنا أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث، أي المراد بالحدث نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء كثيرة، نواقض الوضوء كثيرة. منها أي من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، من السبيلين، القبل والدبر، القبل والدبر، كالبول، مفهوم؟ عرفتم البول؟ ما هو البول؟ ها؟ خلاص مفهوم صح؟ البول والغائط، كالبول والغائط والمني. البول يخرج من القبل، والغائط يخرج من الدبر، والمني والمذي والودي، وكذلك الريح بما يسمى الفساء أو يعني والضراط. الريح، عرفتم الريح؟ الرائحة التي تخرج من الدبر، تخرج من الدبر، هذا كله ناقض للوضوء، هذه كلها من نواقض الوضوء، ويجمعها الخارج من السبيلين، من القبل ومن الدبر، من القبل ومن الدبر، هذا مجمع عليه مما هو معتاد، مجمع عليه أن هذا ناقض. إذا خرجت يعني فساء أو ضراط، عرفتم الفساء؟ الضراط له صوت والفساء بدون صوت، والبول والغائط، المني، المذي، الودي، هذه بالإجماع من نواقض الوضوء. وإذا خرج شيء من السبيلين غير المعتاد، مثلا يخرج من يعني القبل يعني الحصى، عرفتم الذي تكون في الكلية، باتو، صح؟ حصى باتو، باتو اسمها صح؟ حجارة، أيوة، تخرج مع البول، إذا كان رجل عنده مرض من الكلى تخرج، ثم تخرج مع البول، صح؟ هذه الحصى غير معتاد. أو الدم يخرج من يعني الدبر أو من القبل، أو الدود الذي يمشي، أو الشعر، هذه يعني أيضا من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. جمهور أهل العلم على أنها تنقض الوضوء، أي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. ما هو السبيلان؟ القبل والدبر، معروف، القبل والدبر. فما خرج
من هذين المخرجين فهو ناقض للوضوء: بول، غائط، مذي، مني، ودي، يعني ريح، وساء وضرات، خرج الدم، خرج الحصى بدون دم، بدون يعني بول، هذه كلها من نواقض الوضوء. هذه كلها من نواقض الوضوء. أيضا يعني من نواقض الوضوء الاستحاضة، هذا خاص بالنساء، خاص بالنساء. الاستحاضة خروج الدم على يعني انفجار عرق ويخرج الدم، هذا أيضا جمهور أهل العلم على أنه ناقض من نواقض الوضوء، هذا من نواقض الوضوء. وكذلك من نواقض الوضوء النوم. عرفتم النوم؟ ما أحد نائم؟ تيدور نائم، أقمه، لا ينام، ما أحد نائم. طيب، من نواقض الوضوء النوم، بشرط ليس كل النوم. مثلا أنت جالس تنتظر الصلاة ثم تسمع الصوت، هناك من يقرأ القرآن، أنت تسمع لكن ما تفهم، تسمع صوت لكن ما تفهم الصوت، لكن نائم وأنت جالس، مفهوم؟ هذا ليس ناقض للوضوء. النوم المستغرق يعني ينام ما يشعر، إذا أحد يقرأ بجانبه ما يشعر، يعني لربما يعني يخرج منه الفساء أو الضراط وهو لا يشعر. هذا هو الناقض، النوم المستغرق، ينام ما يشعر الذي بجانبه، يعني نائم، أحد يمر يقرأ القرآن يتكلم ما يسمع أبدا، مفهوم؟ هذا هو الناقض. أما إذا كان يعني مقدمات النوم نعاس لكن يسمع من بجانبه، وإذا مثلا يعني هكذا ينام، ثم إذا أقيمت الصلاة مباشرة يقوم، يعني يسمع، فهذا ليس بناقض للوضوء. والدليل ذلك أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء يعني أن من حديث أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، يكلمه، النبي صلى الله عليه وسلم يكلم، فلم يزل يناجيه يتكلم معه حتى نام. الصحابة ينامون في المسجد حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. وفي لفظ: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون لأنهم يعني يشعر، ينام لكن وهو جالس وهو يشعر، مفهوم؟ لكن إذا نام أيضا وهو جالس أمامه مثل ما تنام أنتم، أمامك هذا الميز ثم تنام، لكن ما تشعر. عرفتم الشعور؟ ما يشعر، ما يسمع الصوت، هذا وإن كان جالس هذا ناقض للوضوء، مفهوم؟ هذا ناقض للوضوء. إذن من نواقض الوضوء النوم المستغرق، لا بد أن ينام ما يشعر الذي بجانبه، وكذلك يعني يذكر من نواقض الوضوء زوال العقل. ما في عقل، ستريس، أيوة، زوال العقل بجنون أو مرض، يعني مريض زيادة خلاص ما يعقل، بشدة المرض ما يعقل، أو أغمي عليه. عرفتم مغمية؟ مثل الذي يضرب هنا، مغمى عليه ما يشعر، بإنسان
خلاص هذا أغمي عليه أو يعني سكر والعياذ بالله، يشرب الخمر، أيوة خلاص سكران ما يشعر، هذا أيضا من نواقض الوضوء، لأنه أولى إذا كان النوم ينقض الوضوء فهذا زوال العقل من باب أولى أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. ويعني هل الأكل من نواقض الوضوء؟ مكان من نواقض الوضوء، أنا توضأت ثم أكلت، هل هو من نواقض الوضوء؟ لا، ليس من نواقض الوضوء. سواء أكلت رز، عرفتم رز ناسي، أو خبز روتي، أو لحم دجاج أيام، أو لحم غنم كابينج صح، أو لحم بقر سابي صح، سابي، إلا لحم الإبل، ولا يوجد هنا، ما يوجد في إندونيسيا صح. ما هو الإبل؟ ها؟ بو كنتا أنتا. عرفتم الإبل كيف شكله؟ عنده هنا ورقبته طويل، أيوة هذا إذا أكله يتوضأ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أتوضأ، أن جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، إذا شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، أي دليل على أنه ليس بناقض لحم الغنم. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، إذا أكل لحم إبل يتوضأ، أما إذا أكل غير ذلك فلا يتوضأ، لكن الأفضل أن يتمضمض، الأفضل يعني له أن يتمضمض. عرفتم يتمضمض؟ يضع الماء في فمه ثم يتمضمض ويعني خروج الدم، يخرج الدم، أيوة دادا يد دارا دم، عرفتم دم؟ إذا يخرج يعني من غير السبيلين، من غير القبل والدبر، إذا يخرج من اليد تنقطع اليد، يخرج الماء الدم، أو يخرج من الأنف، أو يخرج من الفم، هذا لا ينقض الوضوء. خروج الدم من غير السبيلين، عرفتم السبيلين القبل والدبر، إذا خرج الدم من اليد، من الرأس، من البطن، من الرجل، هذا لا ينقض الوضوء، ليس بناقض. الصحابة كانوا في المعارك يقاتلون صح، كانت تأتي الصلاة وهم في حال يعني في المعارك، فكان أحدهم يعني بعضهم مقطوع يده، بعضهم يعني مقطوع قليل، يسيل الدم منه، فيصلي والدم يخرج منه، فخروج الدم ليس بناقض لعدم الدليل. طيب، إذن هذه بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الحديث. من يقرأ لنا الحديث؟ أيوه الآن.
عن أبي هريرة. نعم. أيوة. لا يقبل أحدكم. أحسن أحسن. قرأ. أحسن. من أيضا؟ من يقرأ الحديث؟ حديث صغير صغير كتل. من يقرأ الحديث؟ قرأ. صلاة أحدكم. أحسنت ما شاء الله. من أيضا؟ اتفق عليه. عبد الرزاق اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا. حتى يتوضأ. أحسنت ما شاء الله. من أيضا؟ من يقول أنا؟ حديث صغير. من يقول أنا؟ يوسف. رفقي. ماذا تكتب رفقي؟ ما ها؟ دم البعوضة ليس به يعني النجس، مثل الذباب. ها؟ لا ليس بنجس، ما في وضوء ولا في حتى غسل. إذا كان شيء من النجاسة يمكن تغسله. إذا وقع فيك شيء من النجاسة تغسله، ما ينقض الوضوء. النجاسة ليس يعني شيء آخر عن الوضوء. وأما دم البعوض لا ينقض الوضوء. من قال أنه ينقض الوضوء؟ دم البعوض ليس بنجس أصلا، لأنه يعني ما يعتبر شيء. الدم مثل الذباب، صح؟ الذباب ليس بنجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، صح؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، صح؟ فإن في أحد جناحيه داء أي مرض، وفي الآخر دواء أي شفاء، وهو يتقي بجناحه الذي فيه الداء. إذا يدخل بهذا الجناح الذي فيه الداء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإدخاله، لكن نحن كثير منا ماذا نفعل الآن؟ إذا وقع الذباب نرمي، صح؟ هذا خطأ. السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نقمس الذباب، ندخله ثم نخرجه. إذا كان نجس النبي صلى الله عليه وسلم سيقول ارموا، لكن ليس بنجس، دل على أنه ليس بنجس الذباب. إذن والبعوض أصغر منه، فالبعوض لا ينقض الوضوء. وإذا يعني كان هنا مسألة ستأتي معنا في باب يعني إزالة النجاسة. إذا حصلت النجاسة لا تنقض الوضوء. إذا حصلت النجاسة تغسل النجاسة، تذهب النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة، صح؟ فجاءه جبريل وهو يصلي بالناس، وكان يصلي بالنعل. عرفتم النعل؟ صندل. أيوة صندل. كان يصلي، فجاءه جبريل وأخبره. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. قال له جبريل إن في نعليك أذى أي نجاسة. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي، استمر في الصلاة، ترك النعل يخلعه. ما معنى يخلعه؟ يعني يضعه، لا يصلي به. كان يصلي به ثم يضعه، يخرج رجله ويصلي بدون صندل، بدون
نعل، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة، لم ينتقض الوضوء، لم ينتقض الوضوء. طيب، سؤال أيضا؟ من عنده سؤال أو من يقرأ الحديث؟ ها؟ ماذا عنده؟ لماذا تشير إليه وأنت؟ يا الله. ما لكم؟ عندكم سؤال؟ ماذا عندك يا عبد الرزاق؟ بدون يعني حياء، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. ولو خرج الدم كثير، أنا قلت لك يعني ماذا قلت؟ الصحابة كانوا في المعركة تقطع يده، سيخرج الدم كثير، سيخرج الدم كثير، ليس بناقض، ليس بناقض خروج الدم من غير السبيلين، من غير السبيلين ليس بناقض. أما إذا خرج من السبيلين فهو ناقض، فهو ناقض. ما لكم؟ اقرأ. أحسنت، ما شاء الله. بس متفق عليه. من أيضا؟ من يقرأ الحديث أيضا؟ حفظت يوسف؟ ها؟ نعم.
يحفظ الحديث. سمع قرأ. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم ده أحدث اذا احدث حتى يتوضا. متفق عليه. أحسنت ما شاء الله. اسكا إبراهيم. عن أبي لا يقبل الله إذا أحدث أحسنت ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. غدا الجميع، ما معنى غدا؟ بيسوع. الجميع سموا يحفظ. فهمتم؟ إيه فهمت. بيسوع غدا تحفظ الحديث، تحفظ الحديث، تحفظ الحديث. تمام كلكم. سجل ماذا؟ طيب سجلوا من هنا. موجود هنا؟ لا يوجد كتاب عمدة؟ لا يوجد. طيب خلاص، من سجله؟ من يسجل؟ سجلوا من هنا. وفي صفحة 15 حالما 15. تمام، تكتبوا من هنا. مفهوم؟ الكتاب سيكون هنا. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.